الله الرحمن الرحيم. شوفوا يا جماعة، الكلام اللي أنا هقوله ده عيب، عيب يتقال، وإن الكلام ده سر بيت وحرمة بيوت وسرير. أنا كنت أعتبر كنت متجوز واحدة، وهم قالوا لي هتطلقها وتتجوز واحدة تانية وتسيبها وإيه ونسيبك في حالك. المفروض ده الاتفاق، أو هتاخدها وتسافر. هم عارفين إني يعني في غيبيات ليا 3 زوجات، والله لا أعلم العلم عند الله. المهم، هم اللي هي بيقولوا لها تقولوا بالحرف تنفذوا. طيب هي قالت للعالم كله ان انا ما بعرفش وان انا مش راجل زي اي راجل. طب ماشي يا عم، ربنا المنتقم الجبار وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم. هي عارفه ان كنت انا راجل ولا مش راجل. آه. البشوات دي كانوا بيعملوا ايه بقى؟ هقول لكم انا بيعملوا معايا ايه. هم عندهم جنان اسمه السيسي، الراضي السيسي، عشان يسيبك تعرف تعيش شويه. طيب لو ليهم مزاج يسيبوك تنام مع مراتك وتعيش في احلى متعه. ما لهمش مزاج وبيقرفوك، بيقرفوك. طيب اقول لكم اللي كان بيحصل بالتفصيل. في 2017 انا جات لي بسبب الحاله النفسيه اللي هي سرعه الكسر. كنت باخد مخدر بحطه تحت العرق. والله انا مش محروق، انا زي اي راجل مصر فيها 13% خيانه. بحطه تحت العرق وبتعامل عادي ساعه الا ربع، نص ساعه، ساعه الا تلت، حسب الحال. فهم يعملوا ايه؟ يتجننوا. مثلا يتصلوا بيها، يا بنتي، اول ما يحطوا يقولوا له لا لحد ما ينتهي. اجي في نص الليل مثلا صحيا، نيجي نتعامل. بيدوها تعليمات انها ما تعدش العضو الذكري، والله العظيم ما بكذب، والله ما بكذب. يدوها تعليمات ما تعدش العضو الذكري، يجننوني انا. اقوم قايم من عليها، او تعاملي خليه يجيبهم، او متني اعمل اتنين في واحد. يتجننوا، يقوموا موجهين الليزر على ظهري عشان يقتموه، او يسحروا لي عشان يخدروا بتاعي ويكسفوني. طب ما فيش الكلام ده. تيجي تاني يوم مثلا هتيجي تنام معاهم ما لهمش مزاج، لا ما تنامش النهارده. يعملوا ايه؟ يسلطوا حد من الجيران يفضل يعذب في المخ عشان يشتت التركيز، او يسحروا لك. اضطر انا بقى اجننهم، اروح اخد حبايه ارك. حبايه الارك اللي باخدها دي تنهي السحر اليهودي بتاعهم. والله يا ابني قلنا لك راضي السيسي، يا ابني ارحمنا بقى وتطيله، يا ابني امشي وراه، يا ابني امشي وراه. وعمل لي حاجه؟ ما من يوم ما جه وانا جعان بسببه، ما انا كنت تاجر خشب مبسوط. خلاص مش هتراضيه، خليك زي ما انت. طب خلينا نسرق افكارك، يا اما يلبسوك في الحيطه. مفهمين العالم كله ان انا داير البلد في الخفاء. انا لا داير خفاء ولا غيره. هم بيسرقوا بعض الافكار اللي هم عايزينها. هم عايزين يشيلوا لي الليله، راجل بيقترض من طوب الارض عايزين يلبسوها لي انا. قلت لهم لا، انا ماليش دعوه بالقروض. المهم، يوم عاملين ايه؟ هم عارفين مثلا ان انا راجل، يعني مش هتكلم انا كنت عايش انا وهي قبل الجواز ازاي، خلينا فيما بعد الجواز. كنا مثلا راجل انا متعود ان انا اتعامل كل يوم ممكن واحد اتنين، انا صحتي كده. هم يتجننوا، لا يا بنتي ما ترضيش. هي غصب عنها ست زي اي ست، هتعمل ايه؟ كانت بتسيبك وتخرج زي ما هم اللي قالوا، مش انا ما شفت وما رايت، انا معايا بنات قالوا لي خانتك مع 4. الله لا اعلم، العلم عند الله. طيب حسبي الله ونعم الوكيل، هو المنتقم ربنا. هذا ما حصل. هم ليه رافضين ان انا اتجوز واحده تانية؟ واي واحده تانية بيرعبوها، اي واحده تانية بيخافوها. اصل بيعرف على قده، اصل ما بيعرفش، اصل هيقرفوك، اصل هيعملوك. هم في اتفاق متفقينه معايا، لو اتجوزت واحده تانية يا تسيبك في حالك يا تسافر، يا هتستلم الدوله بيها. ده الاتفاق. فعشان كده بيبوظوها. اي بنت تانية بيخوفوها بيقولوا لها الكلام ده. والله العظيم انا ما بكذب. لكن اصل بتاعه قصير، لا 16 سم طوله، اكذب على الله؟ طالما هم عايزين الحاجات دي، انا مش عبيط، انا بقول صراحه ربنا. هي غصب عنها، هي انا مش بدافع عنها، هي الله يصلح حالها ويسهل لها. لكن ده اللي كان بيحصل. ليهم مزاج يسيبوك تتعامل كل يوم، ما لهمش يقرفوك. جم بقى بسبب غزه، من ال6 شهور اللي فاتوا عملوا ده كله. اتجننوا بسبب انا قعدت اصرخ على غزه، قال لك لا، ده جننوه خلصوا عليه، يا اما تخلوه يطلع ويسافر. بس ادي اللي حصل. انما انا ما بكذبش والله يا جماعه على حد، والله هو ده اللي حصل. هي غصب عنها، انا هعمل لها ايه؟ ده في اخر ايام لينا كانوا يجيبوا ناس تقعد تعذب فينا، تعذب فيا وفيها. لكن هي خلاص ما لا، انا ربنا يصلح حالها ويرزقها بزوج صالح يتقي الله فيها، وانا ربنا يرزقني بزوجه صالحه تتقي الله فيا.